فاحيانا بتبقى ردود افعالنا حماره، يعني ردود افعالنا بتبقى غشيمه، بس انا كان رد فعلي احمر كمان واعترف يعني. بس عارف بقى الاغنيه الاعمق اللي اتكلمت في الهديه كمدلول على فتور العلاقه فعلا، برضو كانت رحبانيه، لكن كانت كلمات والحان زياد رحباني وغنتها الفنانه الكبيره لطيفه، هي معلومات اكيده. معلومات اكيده يعني هي اغنيه فعلا متفرده في حاجات كتير. اولها بساطه وقله عدد الالات اللي بتلعب في الغنوه دي، تانيها ان الغنوه دي جزء من سلسله من اغنيتين، معلومات اكيده ومعلومات مش اكيده. واحده بتتكلم عن حادثة الفراق والتانية بتتكلم عن بعد الفراق بكتير وتجدد الذكرى. استخدام تفاصيل كتير عن تحول العلاقة من حرارة العشق إلى فتور عدم التفاهم. يا ريت الكلام الحلو اللي كان بيتقال لي زمان يرجع يتقال. كلمت عن إنه لما فقدوا التفاهم، فلما رجعت تعبر بالإيدين بقى مضطر يشوح عشان هي تفهم. حسيته للحب طفى كله. معلومات اكيده مبدئيا هي بتتكلم حادثه الفراق، الجرح سخن قوي والفراق بيحصل او لسه حاصل طازه. الغنوه دي بتستهل باصعب جمله فراق في الدنيا. تعودت اشتري لا شخصين، ولاحظ البياع انه قال له هما لما شخصين يقلوا هيبقوا ايه؟ بقت واحد. فذكرت تفصيلة كده عن مدى عدم اهتمامه بيها اما قالت له جبت لك مرة هدية قميص ومرقت الايام وما اخدتها، ما اهتمتش تاخد هديتي، ضيعت الوقت وما كنت تقيس، بقيت بالجرولة درج، وحتى ضليت اكويها 5 شهور. فكرة املها ان العلاقة دي تتصلح في يوم من الايام تخليها يوميا تكوي لمدة 5 شهور بتكوي القميص. في الاخر بتقول له وصلت الامر لشي تعيس، ضيعت القميص وصاحبتك، ضيعتني انا اللي جبت لك القميص بقلة اهتمامك. انا عايز اعتراف. عارف البولو اللي انا لابسها دي؟ البولو دي مرتبطه قوي باللي انا بحكي. دي كانت هديه عيد ميلادي السنه اللي فاتت من ماي اكس. اللي بيهدي هديه هو منتظر انه يفرح برد فعلك على الهديه اللي بعتها. فاحيانا بتبقى ردود افعالنا حماره، يعني ردود افعالنا بتبقى غشيمه. ليه كل التكليفه دي؟ ليه كل المعرفش ايه؟ خصوصا لما بتبقى الهديه غاليه. بس انا كان رد فعلي احمر كمان واعترف يعني. انا فضلت ما بلبسش البولو دي عشان محوشها لمناسبه مهمه، ميتنج مهم، انترفيو يجيلي حاجه، ففي الواقع ما شافتنيش وانا لابسها والعلاقه انتهت من غير ما تشوفني وانا لابسها. انا حبيت النهارده بس اقول شكرا، حتى لو العلاقه دي انتهت بشكل مش حلو انتهت لكن بقي منها ذكرى. فده كان اكبر درس لي انا شخصيا، انه الهديه بين المحبين مش بس بتعمل حاجه خلال ما العلاقه دايره، لا دي بتعمل ذكرى اكبر طول ما العلاقه موجوده وبعد انتهاء العلاقه. وصلت الامر لشي تعيس، ضيعت القميص وصاحبتها. هعمل لك شاي معايا؟